هنعمل إن شاء الله النهارده مع بعض السينابون بطريقة سهلة أوي، أوي، وكمان بصوص اقتصادي، هيبقى على قد الإيد إن شاء الله. يالّا بينا ندخل الفيديو ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريقة أول حاجة هاعملها خالص، جبت كوباية من الحليب الدافي أو اللبن الدافي، أنا حطيته شوية على النار عشان بس يشغّل معانا الخميرة أسرع، وهاحط عليه معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، وهاحط كمان 3 معالق كبار من السكر، تمام، وهاقلّبهم وهاركنهم جنبي عشان الخميرة تشتغل أسرع. يعني لو عملت الخطوة دي على طول على الدقيق هتاخد وقت أطول شوية، فأنا عملتها في اللبن عشان يعني تاخد وقت أقل شوية. وهنا كمية الدقيق بتاعتنا بالكوباية المعيارية وبالكوباية دي الإزاز، يعني الكوباية دي قد الكوباية دي بالضبط، فهاحط الدقيق 3 كوبايات ونُص من الدقيق. الدقيق اللي استخدمته دقيق جميع الاستخدامات، تمام كده، وهاحط عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، واحط عليهم رشة أو ربع معلقة صغيرة أو أقل كمان من ربع معلقة صغيرة من الملح، وهاقلبهم كويس على بعض. وبعد كده بُصّوا بقى الخميرة ابتدت تشتغل معانا أهي على طول، عشان خاطر اللبن كان دافي معانا. هاحط على خليط الخميرة ربع كوباية من الزيت وهاقلبها كويس، وبعد كده هاضيف الخليط ده على الدقيق. أظن الطريقة شارحة نفسها أهي، بدون أي طرق معقدة. في ناس كتيرة أوي بتعتقد إن السينابون ده حاجة صعبة جدًا وحاجة يعني صعب إن هي تتعمل في البيت، لإن هو فعلًا برّه بيتباع غالي، بيتباع القطعة يعني أقل حد ممكن تشتريه منه بيبيع القطعة ب20 جنيه أو ب25 جنيه. المهم عجنت الخليط ده كويس أوي، أنا عايزة عجينة طرية بس ما تكونش ملزقة، ولو احتاجت معاكِ شوية سائل ممكن تحطي شوية مَيّة أو لبن، لقيتيها ملزقة في إيدِك ممكن تحطي معلقة دقيق واحدة. بعد ما عجنتها دهنت إيدي زيت ودهنتها هي زيت، وهاحطها في مكان على جنب كده لحد ما تخمر معايا. تقريبًا في الجو اللي إحنا فيه ده خدت معايا يعني من نُص ساعة لساعة إلا ربع. هنا هنعمل الخليط اللي هنحطه على السينابون من جوّه. لو بتحبي القرفة ياما هتحطي معلقتين قرفة، أنا حاطة معلقة كبيرة قرفة وعلى معلقة كبيرة من الكاكاو الأسباني أو الكاكاو الخام المُر، وهاحط عليهم معلقتين كبار ممسوحين من السكر. لو عايزة تزودي السكر عن كده ممكن تزودي معلقة مش هيجرى حاجة. لو بتحبي طعم القرفة ظاهر ممكن تزودي زي ما قُلنا، ولو مش بتحبي القرفة أوي ممكن تحطي نُص معلقة بس، يعني هو كده مقدار مضبوط جدًا، جدًا. عايزة أقول لِك في حد كَل من السينابون ده وهو أصلًا ما بيحبش القرفة وعجبته جدًا، جدًا، لإن المقدار ده مش المقدار اللي بيخلّي ريحة القرفة بتجيب آخر الشارع، لأ، إحنا حاطين حاجة وسط كده، كل حاجة بالمعقول كويسة. وهنا طلّعت العجينة وهابتدي أفردها، حاولت أعملها مستطيل كده بإيدي وبقيت أفردها واحدة، واحدة، رشيت رشة دقيق تحت منها، وعلى قد ما تقدري كده واحدة، واحدة كده على الهادي، تحاولي تعملي مستطيل زي ما أنتِ شايفة كده. أنتِ يتهيأ لِك إن هي صعبة، لكن هي مش صعبة خالص على فكرة، مرّة على مرّة هتبقي أستاذة فيه إن شاء الله. في الوقت ده أنا كنت مجهزة الزبدة جنب مني، وده القوام اللي إحنا محتاجينه أو السمك اللي إحنا محتاجينه. آدي الزبدة هادهنها كلّها زبدة، أنا يا دوبك بس يعني دفيتها سِنّة بسيطة الزبدة، لإن هي كانت في الجو الساقع ده ما كانتش عايزة تفُك خالص. وادي الخليط بتاعنا اللي هو الكاكاو على السكر على القرفة، وهابتدي أرشه على القطعة كلها اللي قدامنا. لو القطعة مش متساوية معاكِ في الوقت ده، يعني في الوقت ما أنتِ نشّفتيها، مش مشكلة أول مرّة وأول كام مرّة كمان، هي بس الفرق هيطلع قطعة صغيرة وقطعة كبيرة، لكن ده إن شاء الله هنعالجه يعني في التقطيع. وهابتدي ألِف على الضيّق كده. بُصّوا أنا مش مسرّعة الفيديو أوي، أنا حاولت برضه تبقي شايفة معايا خطوة، خطوة. مش تعمليها رول يعني تلفّي كده وخلاص لأ، بتلفّي اللفّة على بعضيها كده، عشان ما تفُكِّش معانا وما يبقاش شكلها وِحِش في الآخر. ونيجي عند الآخر هنا نحاولوا ندوسوا عليها هي تتقفل بمنتهى السهولة. لو حسّيتِ إن هي مش بتتقفل معاكِ بسهولة، بلّي إيدِك بَلّة خفيفة خالص من المَيّة هتقفل معاكِ إن شاء الله. أنا هابِل إيدي هنا بَلّة خفيفة خالص وهابتدي أقفلها بالشكل ده أهو. وهابتدي كمان هامشّيها على الرخامة مرتين 3 عشان أتأكد إن هي قفلت. ليه أنا باقول كده؟ عشان ما ترجعيش تحطيها في الفرن أو وهي بتخمر تلاقيها فتّحت معاكِ، تمام؟ أتأكد برضه إن هي اتقفلت معايا. في الوقت ده هابتدي أقطّعها المقاس اللي أنتِ عايزاه، عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزاها بُصّي أنا باقطّع تقريبًا يعني القطعة 2 سنتي، 3 سنتي، مش باكبّر عن كده. لو حبيتِ بقى أنتِ تصغّريها عن كده أو تكبّريها ده ذوق شخصي، ما لوش علاقة خالص بإن الوصفة تنجح أو ما تنجحش، تمام كده؟
يا رب يكون لحد هنا الوصفة سهلة بالنسبة لكم. وهنا الصينية اللي هادخّلها الفرن أنا دهناها دهنة من الزبدة، وبرضه باتأكد تاني إن هي مقفولة كويس، لإن كلنا في الأوائل خالص لمّا كنا بنعمل السينابون ده كنا بنلاقي الحتة القافلة دي بتفتح معانا في الفرن، هي مش بيجرى حاجة، بتبقى الوصفة ما باظتش ولا حاجة، بس بيبقى الشكل العام مش حلو. كل قطعة باحطها باتأكد إن هي مقفولة كويس. في الوقت ده أنا مشغّلة الفرن درجة حرارة 170 أو 180، وهاحطها في نُص الفرن على الشبكة لحد ما تاخد اللون اللي أنتم هتشوفوه معانا. لحد كده أظن كل حاجة سهلة. الصوص بتاعها الاقتصادي ده بقى طعمه حلو جدًا، جدًا، وإحنا قعدنا سنين، سنين كنا بنعملها بالجبنة الكريمية أو الجبنة الكيري، بس طبعًا الحاجات دي دلوقتي أسعارها بقت عالية جدًا، وإحنا عايزين نعمل حاجات حلوة وفي نفس الوقت طعمها حلو وعلى قد إيدينا، فهنعمل صوص طعمه حلو، 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 هيعجبكم إن شاء الله، وخصوصًا إن هو مش بديل ومش حلو، في حاجات كده بتبقى بنحط البديل بتاعها وبتبقى طعمها مش بيعجبنا، لأ دي بديل وكمان طعمها حلو. قبل ما نحطها في الفرن على فكرة هاسيبها تخمر شوية، أنا نسيت أقول الجزء ده، يعني رباعية كده نصاية لحد بس ما حجمها يتنفخ شوية عن اللي إحنا حطينا عليه. هنا الصوص معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين كبار من السكر البودرة، معلقة من الزبدة، 3 مثلثات من الجبنة المثلثات، عليهم معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، عليهم تِلت كوباية لبن، ويُفضّل يكون اللبن اللي هو المُعلّب عشان يدّيكِ طعم كويس، وهاحُط عليهم نقطتين 3 فانيليا. بُصّوا المقدار ده مضبوط بالشعرة، هيبقى السُمك بتاعه مضبوط، الطعم بتاعه مضبوط، السُكّر مضبوط، كل حاجة مضبوطة. هنا بُصّوا أهي طلعت من الفرن، وهنا كنت باعمل دونتس هابقى أنزّله لكم إن شاء الله في فيديو تاني. بُصّوا اللون مضبوط جدًا، جدًا. دوبك سِبتها تهدى شوية وهابتدي أحُط عليها الصوص الجميل. بُصّوا السِّوَى بتاعها ولا واحدة فتحت، وخدت سواها المضبوط، يعني بُصّوا أظن الشكل بيتكلم عن نفسه. لو مش عايزين تحطّوا الكاكاو لإن هو الكاكاو هو اللي مدّي اللون الغامق البسيط اللي فوق ده، بلاش، لكن هو يعني طعمه حلو جدًا، جدًا، أنا بصراحة باحبه يكسر شوية سِنّة القرفة، وهاحط الصوص عليها. بُصّوا الصوص متماسك وجميل، لو حبيتِ تضاعفي كمية الصوص عن كده بتضاعفي عادي، بتضاعفي شوية ما فيش أي مشكلة، مش هيجرى أي حاجة. وهنا كان عندي شوية من صوص الشوكولاتة حطيتهم عليها كده، يعني رشّات خفيفة بس. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. لو عندك أي سؤال اكتبه لي تحت في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك. أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.